معانا في فقرة مختلفة من برنامجنا اليوم. سيكون معنا خالد صبيحة الباتروست خالد صبيحة، وخالد اخترع الحقيقة مصدر لتعليم فن قص الباترون في أقل من ساعة. هنشوف وياكم كيف نشتغل أو نعمل هاي الماكت. ازيك يا خالد؟ عامل ايه؟ منورنا النهارده. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. انا يمكن لفت نظري واحنا بنعد الحلقه ان انت عامل حاجه يمكن مختلفه خالص وما حصلتش في العالم، اول مره في العالم. انا فهمته منك ان دي حاجه جديده وحاجه تساعد الستات بالذات او الرجاله والستات. احنا عشان من شهرزاد نركز اكتر في التفصيل انه يتعلموا قص الباترون باقل من ساعه. تمام. طيب خلينا نشوف الاول جات لك الفكره دي ازاي، او ازاي انت وصلت انك تفكر بالموضوع ده، وبعدين ناخدها ستيب باي ستيب يعني. في البدايه طبعا الباترون دوت نعرف الباترون. الباترون هو بيقوم بترجمه التصميم الى ورق، بعد كده لقماش، بعد كده بيتابع عمليه التنفيذ يعني. بيبدا المنتج من اول ما بيتصمم هو اللي بيقوم بعمليه تنفيذه لغايه ما يوصل للمنتج النهائي. الباترون هو الاساس في كل التفصيل بعد كده. هو الاساس بالظبط. عشان نعمل اي موديل اللي احنا عايزينه بنعمل باترون اساسي. الباترون الاساسي دوت من خلاله بنقدر نعمل اي موديل اللي احنا عايزينه. نعمل جاكيت، بنعمل بلوزه، بنعمل يعني هل الماكيت اللي انت عامله ده هو بيعمل لاي موديل سواء اي موديل احنا عايزينه وكل المقاسات وكل تمام. هي الفكره اساسا حضرتك هي جت لي. انا عارفه جات لك ازاي، دي مهمه جدا. الفكره جات لي اساسا يعني انا باترونست بقى لي اكتر من 15 سنه، ووالدي باترونست. اوكي. ففجاه مره واحده اكتشفت ان انا يوميا بعمل موديلات جديده. فاكتشفت مره واحده ان انا يعني يوميا بعمل باترون اساسي، يعني لما بعمل كل موديل بعمل باترون اساسي. فجات لي الفكره، طب انا اعمل حاجه اسهل على نفسي ان انا الموضوع دوت واعمل باترون اساسي ثابت اشتغل بيه. فالفكره في الحقيقه خدت وقت كبير، فبعد كده لقيت ان الفكره ممكن ان احنا نعلم بيها اي حد، وان الناس كلها ممكن تستفيد منها وتقدر انها تعمل باترون اساسي. برضه يعني انا يمكن بتك على السؤال ده، عايز اعرف ازاي يعني حتى نوضح للناس ازاي جت لك الفكره انك تعمل القصه دي. برضه فكره انك تعمل ماكيت وتخرمه بالمنظر اللي انا شايفاه، يعني برضه مش صح؟ الفكره دي حضرتك دي خدت اكتر من 10 سنين لغايه 10 سنين عشان تطلع الفكره. اكتر من 10 سنين لغايه انا عارفه انا خدت عليها موافقات واتسجلت هي بتقييم من كليه فنون تطبيقيه، والان بتنفذها مركز دعم تكنولوجيا التابع لرئاسه الوزراء. يعني معناها انه حسوا ان دي حاجه فعلا بتساعد ومهمه. بالظبط. فهي يعني تقريبا اتنفذت. الفكره كانت موجوده من 10 سنين، اتنفذت في حوالي 5 سنين. ياه. طيب خلينا نوري، عشان مش عايزه طبعا نضيع الوقت عشان مشاهدينا يبقوا فاهمين الموضوع. واحنا يمكن ان شاء الله بالاتفاق مع استاذ خالد هنبتدي نحاول. يمكن احنا من سنه كنا عرضنا قبل كده، كان معانا مصممه ازياء، وحاولنا ان احنا نعلم فن الخياطه وقص الباترون مره في الاسبوع. فان شاء الله هنرجع تاني الموضوع ده، لان الحقيقه استلمت ايميلات كتير جدا طلبت مننا ان احنا نرجع تاني نحاول نعلم ستات البيوت اللي راغبه انها تتعلم فن تفصيل والخياطه عن طريق دنيا شهرزاد. فان شاء الله هنوعدهم ان احنا هنحاول مره في الاسبوع بعد كده، يوم ثابت ومعين هنقول لكم عليه. هيبقى معانا دايما استاذ خالد او اي مصمم ازياء نعلم مشاهدينا فن تفصيل الباترون والخياطه. اتفضل. في البدايه هشرح الماكيت حضرتك. هو الماكيت بشكل الباترون الاساسي بالشكل دوت. عايزين نطلع مقاس 38 هنختار اللون الاخضر. عايزين نطلع مقاس 40 اللون الاحمر. عايزين نطلع 42 الازرق. عايزين نطلع 44. طب انا شايفه حضرتك نطلع من 38 ل 42 لغايه 44. واللي قبل واللي بعد؟ اللي قبل والبعد ممكن بيبقى احنا محددين في الماكيت نفسه خط الصدر وخط الوسط وخط الارداف، من خلالهم هشرح برضو ازاي نقدر نكبر وازاي يعني انا بس عايزه اوضح ان احنا ممكن نكبر ونصغر غير المقاسات دي. بالظبط. الباترون الاساسي دوت اللي من خلاله هنعمل اي موديل اللي احنا عايزينه. فاحنا هنطلع مع بعض دلوقتي ايه الباترون الاساسي. طب انا بس هاخد معلش الاتصال ده. طب ماشي. ياسمين السعوديه. ياسمين مساء الخير. الو. ايوه. الو. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون ياسمين؟ معك ياسمين من السعوديه. حابه اكلم مستر خالد. اتفضلي. هو انت سامع؟ مش قوي. طب اتفضلي قولي. يعني انا هوصل اللي تقولي. اتفضلي. استاذ خالد، طبعا انت منور على الشاشه. منور على الشاشه. ربنا يخليك. شكرا يا ياسمين. طبعا انت عارف مين. انت عارفه مين؟ ياسمين. في سؤال محدد طب يا ياسمين من فضلك؟
ياسمين. اتفضل، في سؤال تحبي توجهيه للاستاذ خالد؟ حابة أوجهه إنه هو مخترع عظيم، وإن شاء الله تقتدي به الأجيال القادمة. ربنا يخليك ويا رب يوفقه يا رب. ماشي، ميرسي قوي، ونشكرك ياسمين على اتصالك. طب عشان بس ما نضيعش وقتنا لمشاهدينا نرجع تاني. طب احنا عندنا كتاب شرح فيه موجود جدول مقاسات. هنشرح على ده. هنختار احنا تقريبا هنشتغل مثلا على مقاس 38. ماشي، كل علينا ان احنا نعمل علامات. لا انا قبل ما ترسم، انا معلش قبل ما ترسم عايزاك ترفعها تاني، عايزه مشاهدينا بس يشوفوا التخريمات دي عشان دي ما كانتش واضحه. نشرحها بالظبط وبعدين نعلم. احنا بنختار المقاس اللي احنا عايزينه من خلال الالوان دي. عايزين مقاس 38 اخضر، 40 احمر، وهكذا. ماشي، بنختار وبنحدد. يا ريت طيب ممكن نحطها كده والناس تشوفها. طب ممكن اعرف النقط دي ايه؟ ما انا هشرحها عملي لحضرتك دلوقتي على طول. ماشي. هنختار مثلا مقاس 38 اللي احنا هننفذه في 38 هو اللي هننفذه في مقاس 40 هو اللي نفس المقاسات. فهنعمل علامه اللي هو ال 38 الاول الشكل الخروجي دوت كده، ده نحدده كله مع بعض. هنعمل علامات داخل اللون الاخضر اللي احنا اخترناه اللي هو مقاس 38 بالشكل ده. في الخروم دي نعمل علامات كده اهي، بس اهي علامات العلامات دي تمام. كل علينا شوف ده مقاس 38. انت اخترت ده مقاس 38. انا اخترت 38. فاي نقطه اللي هي اي لون باللون الاخضر اروح عامله. لا انا شايفه ده الماكيت لغايه نص الجسم لغايه نص الجسم. في شرح بقى في الكتاب ازاي اكمل لغايه الاخر. بس كل نقطه موجوده ليها شغلها. يعني مثلا دول 4 نقط دول بتوع بنسة الصدر. ماشي حضرتك، نكمل اللون الاخضر كده بالشكل دوت. اي نقط خضراء هنطلعها كده. احنا رسمنا كده لما نوصل ده كده بالشكل دوت. واللون طبعا القلم كده واضح. المفروض هو كده مش واضح في الكاميرا. اوكي، هنوصل ال4 نقط دول ببعض. لو ممكن اقص. اتفضل. انت اللي رسمت الاول نقطنا. احنا هنعيد تاني طبعا بعد كده بعد ما تخلص نفهم. هنكمل لان لسه في باترون الظهر وباترون الكم، بس انا عشان اوضحه ان الباترون فعلا طلع بالشكل دوت. معلش انا ماشي طبعا على النقط اللي هي طلعت اللي انت رسمتها. بعد اذنك القلم دوت حضرتك. في موجود هنا كده دوت خط الصدر، وده خط الوسط، ودي الارداف. من خلالهم بقدر ان انا اكبر او اصغر من خلال الخطوط ديت. ده باترون الصدر اللي هو بالشكل دوت. واضح بالنسبه لي؟ ايوه، ده باترون الصدر اهو طلع. ماشي. ده نطلع باترون الظهر. طلع الظهر. ماشي. احنا كده طلعنا الصدر ده. كده احنا طبعا بعد ما نخلص هنرجع بسريعا كده نشرحه برضه لمشاهدينا تاني. عايز ده؟ برضه هنروح طبعا 38 زي ما استعملناها. برافو عليك حضرتك هتطلع باترون ده على كده. انا اللي هطلعه ان شاء الله المره الجايه. ماشي. هنمشي برضه في اللون الاخضر اهو زي ما مشينا. الشكل الخارجي من بره كده اللون الاخضر. دي حاجه سهله قوي على فكره. بسيطه جدا. يعني واحد ما يعرفش يخيط يا دوبك بسرعه كده. بس المهم اللي يطلع باترون يكون يعرف يخيط اللي هيقصه دوت على المكنه. يعني لازم يبقى عنده خلفيه عن الخياطه على المكنه طبعا. ما احنا دي عايزين برضه نتكلم فيها بعد كده. بالظبط. في 4 نقط اللي هم بتوع بنسة الظهر. وفي بنسة تانية بتاعت نص الظهر. دي لو هنعمل خياطة في النص نعمل فيها سوستة او نعمل فيها حاجة. ادي باترون الظهر حضرتك. نص تاني. احنا كده بنطلع يعني للناس
اللي هي عمرها ما قصت باترون، صح؟ بالظبط. يعني ده بنفس الخطوات اللي احنا طلعناها واحنا كده بنطلع على الهواء، يعني ما فيش من غير مقاسات ومن غير ما تقيس ومن غير ما تعمل. هي الفكره فكره عمليه خالص. يعني ما فيش اي شرح نظري او اي حاجه. وازاي نقدر نكبر وازاي نقدر نصغر، يعني كل الخطوات نقدر نشرحها ونعملها. هنا دول الاربع نقط اللي هم بتوع بنسة الظهر.